الحمد لله على نعمة الوطن. الحمد لله ان الواحد بيتغرب وفي الاخر بيركب طيارته وبينزل بامان باذن الله، بيلاقي بلده بخير، بيلاقوا اهله بخير، كل الامور بخير الحمد لله. انا ليه بقول كده؟ انا معايا هنا واحد من جنسية عربية، بلاده اتفرتكت، بلاده اتفرتكت، متغرب هنا علشان يتجوز وعلشان يعني زي ما بيحلم، يعني زي ما بنحلم هو كمان بيحلم. جمع فلوس وعمل مبلغ محترم ومتفق ان هو هينزل يخلص دنيته مع خطيبته. وللأسف من يومين جاله خبر ان البيت اللي هو صارف عليه واللي هو هيتجوز فيه اتفرتك بدانة من الدنات. طبعا كله جاء في دماغه موضوع فلسطين. وفلسطين كان الله في عونهم وربنا يعدي المحنة اللي هم فيها على خير، لكن هي دولة تانية اللي هي دولة السودان. ف... فالحمد لله ان اهله ما كانوش في البيت، لان هم تركوا البيت ومشوا راحوا مكان تاني يعني، بس البيت اتفرتك. فبيوزعوا في الشغل هنا ورق الاجازة ان الواحد يمضي اجازته في اليوم اللي هو هيختاره يعني، فكل واحد بيختار يومه. فجيت عنده بقول له، انا ما كنتش اعرف بقى الحوار ده، بقول له انت نازل امتى؟ قال لي بقى فيها نزول يا عم مصطفى، خد يا الامر. بقول له يعني ايه؟ قال لي والله انا بدور على اي بلد اروح فيها اقضي فيها الاجازه بتاعتي، هعمل ايه يعني؟ الامر كذا 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 كذا. والله ان ده حصل، والله ان ده حصل، وانا مش عارف هعمل ايه. في اللحظه دي انا في نفسي طبعا قلت اللهم لك الحمد على نعمة الوطن، اللهم لك الحمد على نعمة الأمان، اللهم لك الحمد إن بلادنا بخير. بلادنا فيها غلو أسعار، لا ده احنا نتحمل ميتين الأسعار، نتحمل أقسم بالله. كله دلوقتي يقول لك ده مسافر بره ومش همه يا عم مش عارف ايه. لا والله، ما هو أهلي بيصرفوا، أسرتي بتصرف بالفلوس اللي انت بتصرف بيها، نفس اللي انت بتجيبه هم بيجيبوه بنفس المبالغ، مفيش أي جديد. فالحمد لله على نعمة الوطن، وربنا يفك كرب كل البلاد العربية اللي اتفرتكت، وربنا يحفظ بلادنا مصر والسعودية والإمارات. فيش الا هم الثلاث دول اللي بيتحاربوا، هم الثلاث دول دول عايزين يقضوا عليهم زي ما قضوا على بقية الدول. أرجو إن احنا نقف جنب بلادنا ونحافظ على البلاد، لأن بجد مفيش غيرهم، هو مفيش غيرهم. بص لكل الدول التانية، احنا 22 دولة، هو اللي باقي منهم 3 4 دول، والباقي كله اتفرتك. ف الحمد لله على نعمة الوطن، ونمسك في بلادنا بإيدينا واسناننا. أقسم بالله الوضع ده يعني مش عارف أقول لكم إيه. يعني هو واحد بيقول لي أنا صرفت وكونت وعملت وبيتي اتفرتك، أروح أعمل إيه؟ أروح عند مين؟ تخيل أنت واحد بيقول لك كده. فاللهم لك الحمد على نعمة بلدنا، والله العظيم. ده الواحد فعلا خد صدمة في الكلمة اللي هو بيقولها، أنا هروح عند مين؟ أروح لمين؟ ولا في طيران، وبلادنا اتفرتكت ومفيش استقرار. الحمد لله على نعمة الوطن.